لماذا تكرهوننا؟ هذا الفيديو موجه إلى إخواننا في الجزائر وإلى المغاربة كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة للجميع، أحيي كل الإخوان والمتابعين. سؤال يجب طرحه مع بداية انتشار الكراهية اللعينة التي بدأت تنتشر ما بين المغاربة والجزائريين. لابد أن نطرح سؤال وأن نوجهه للعقول حتى لا يخدعوا. عندما تدعو إلى التقارب ما بين المغرب والجزائر تظهر فئة، سواء من أبناء بلدك، يقول لك أنت موالي للجزائر وأنت ضد قضاياك الوطنية إلى آخر من هذا الكلام. وتظهر فئة أخرى من الجزائريين تسبك وتشتمك. وطبعا كنا بينا في فيديوهات سابقة التقارير التي تحدثت عن صناعة الكراهية ما بين المغرب والجزائر عبر مجموعة من الحسابات الوهمية. هذه الحسابات يرجح أنها حسابات متصهينة أو صهيونية أو الذباب الإلكتروني الصهيوني. وفي الحقيقة أنت كإنسان عندما تدخل إلى موقع من مواقع التواصل الاجتماعي وتنهال عليك التعليقات بالسب والشتم في حق بلدك وبنات بلدك إلى آخره، فطبعا ستسجل موقف ضد هذه الجهة التي تقول هذا الكلام. وطبعا هذه الجهة تكون من البلد الجار، وهذا يحدث هنا وهناك. فمثلا جزائري يكتب، تنهال عليه التعليقات تحت العالم المغربي أو تحت شعار من الشعارات التي تنتمي إلى المغرب، وتسب الجزائر والجزائريات إلى آخره. كجزائري موقفك سيكون موقف عدائي تكره فيه المغاربة، لأنك تعتقد أن المغاربة هم الذين يقولون هذا الكلام في حقك وفي حق بلدك وفي حق بنات بلدك. أمر نفسه يحدث إلى المغرب. منذ 2018-2019 كانت هناك علاقة ود كبيرة جدا. أتذكر مثلا عندما فازت الجزائر بكأس أفريقيا، كان هناك وكنت صورت فيديو يومها مدى الحب. خرج المغاربة إلى الشوارع يحتفلون بفوز الجزائر. هذا الود غير مرغوب فيه. هذا الود بالنسبة للذين يريدون صنع الكراهية وتشتيت الأمة الواحدة غير مرغوب فيه، لأن نكون على قلب رجل واحد تجمعنا أشياء صلبة عقائدية، انتماء لأمة واحدة. الذي يكرهك ويريد هزيمتك وفشلك لا يحب هذا. لهذا القاعدة تقول فرق تسد. إذا أردت أن تكسر أمة وأن تهزمها عليك أن تشتتها، عليك أن تفرقها، أن تصنع الكراهة فيما بينها. إذن عندما نقرأ تقارير تحدثت عنها مؤسسات دولية أن هذا الصراع وهذه التدوينات التي تصنع الكراهية ما بين المغاربة والجزائريين مفتعلة من طرف مؤسسة، هذه المؤسسات طبقا لآلية الرصد من الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذن هناك جهة تريد صناعة الكراهية بين شعبين شقيقين، يجمعهم الدين، تجمعهم اللغة، تجمعهم روابط الانتماء الثقافي. يريدون شق هذا بزراعة الكراهية. طبعا عندما يكون الإنسان غير واعي بهذه الآليات ويشاهد أن الجزائري يسبه أو يشتمه أو كذا، مباشرة سيكره المغربي وسيفعل نفس الشيء. إذن هم الآن استطاعوا ونجحوا في أن يصنعوا بوادر الكراهية. عندما تكتب تعليقا مثلا مؤيدا لإخوانك تظهر عليك فئة، هذه الفئة نتاجها أو استنتجت أن الشعب الجزائري يكره الشعب المغربي، فهو يعتقد كأنك لا تبالي لانتمائك المغربي أو انتمائك لبلدك. فأنت عندما تدعو بعقلانية إلى المقاربة بالنسبة له أنت كأنك تخون بلدك أو تخون قضاياك الوطنية. بناء على عدد من التعليقات ضحك عليه بها. لهذا نقول يجب أن نكون واعيين أن هناك فئة تريد أن تصنع الكراهية فيما بيننا، ووصلت هذه الفئة في صناعة الكراهية فيما بيننا إلى أن نكره إخواننا الجزائريين عند البعض، ولا نعمم. عند البعض يكرهون الجزائريين من المغاربة أو نفس الشيء ينطبق
عند الجزائريين بالنسبة للمغاربة، أو عند المغاربة بالنسبة للجزائريين، أصبحوا يكرهون إخوانهم أكثر من كرههم للصهاينة. الصهاينة المجرمين الذين قتلوا أكثر من 40,000 إنسان وجوعوا وسفكوا الدماء واقتحموا المساجد وكتبوا عبارات عنصرية داخل المساجد وأحرقوا المصاحف ودمروا المستشفيات وجوعوا شعبا وقتلوا الأطفال والنساء. رغم ذلك هؤلاء يعني كيقول لك أنا لا يؤذيني هذا الصهيوني المجرم هذا، لا يؤذيني، الذي أذتني هي الجزائر. ماذا أذاك الشعب الجزائري؟ بماذا؟ ثم يتذرعون بالمواقف السياسية التي تجعل الساسة، يعني احنا نعلم أن الساسة في حالة اصطدام، هناك اصطدام ما بين الساسة في المغرب والجزائر، وهذا الاصطدام بالنسبة للساسة هو يخدم مصالحه، ونحن متيقنين من ذلك، هو يخدم مصالحهم. هناك فئة من السياسيين الفاسدين، سواء من الذين ساهموا في رفع الأسعار، سواء من الذين ساهموا في تجويع وتفقير الشعوب ومعاناتهم على المستوى الصحي والتعليمي وفرص الشغل إلى آخره. إذا لم يهتم الشعب بالمشاكل الخارجية وبقضايا أخرى، سينتبه إلى هؤلاء الذين سببوا له الفقر والجوع والمعاناة، فالشعب سيوجه أصابع الاتهام إلى المفسدين وسيطالب بإبعادهم واستبعادهم ومحاكمتهم. لكن عندما تهرب النقاش أن خصمنا الحقيقي هو في البلد الجار، فهكذا يعني أنت تلعب بالعقول، وتصبح القضية الأساسية هو قضية الانشغال بما يفعله الجار بدلا من الانشغال بمشاكلك الداخلية التي تعاني منها. وهذا يخدم الساسة ويخدم الفاعلين السياسيين، خصوصا المفسدين منهم. فدائما مثل هكذا قضايا يتم افتعالها أحيانا لتهريب النقاش من جهة. ثانيا، هناك خصم صهيوني يريد أن يوهمنا أنه صديق لنا، رغم أن القرآن يقول لنا لا تثق في هذا، وتقول أن هذا لا عهد له، وأنه ينقض العهد، وأنه يخدم مصالحه فقط، وأن هذا العدو لا يمكنه أن يحبنا، بنصوص قرآنية. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. عندما ستكون متبعا لهم سيرضون عنك، لكنهم لن يحبوك، لأنهم يعلمون أنك مضحوك عليك وأنك خدعت وأنك تتبع منهجهم فقط، وقد تصطفق يوما فهم دائما شديد الحذر منك. لكنك بسذاجتك وبفهمك السطحي قد تعتقد أنهم أصدقاء لك، أو قد تعتقد أنهم يخدمون مصالحك. لهذا أقول حذاري ثم حذاري. مع الأسف فيديوهاتنا غير كافية لصناعة الوعي، لأنها محدودة الانتشار مقارنة مع الآلة الإعلامية ديال الذباب الإلكتروني الموظف الذي يصنع الكراهية. فلهذا رغم هذا الكلام البعض لن يقتنع به، وإن كان مبنيا على العقلانية ومبنيا على أدلة فلن يقتنع به، لأن الآلة الإعلامية والذباب الإلكتروني لعب في عقله وضحك عنه مع الأسف الشديد. لكن نحن نحاول أن نوعي قدر الإمكان بما استطعنا، أن نصنع الوعي في الأجيال أن خصمنا هو الذي أخذ مقدسا لنا ويعتدي على إخواننا وليس جارنا. وإن كان هناك جزء منهم يخدم الصراع فيما بيننا والخلاف فيما بيننا، فأولئك نعلم أنهم من المفسدين، ومن المفسدين الذين يريدون الاصطدام فيما بيننا ويريدون أن تصبح هذه القضية هي الأولى فيما بيننا، لكنهم يفعلون ما يشاءون في نهب شعوب، في نهب شعوبنا، والله المستعان. وهذا هو الواقع مع الأسف الشديد. لهذا أقول الكراهية مفتعلة. من كنقول مفتعلة أي أنهم افتعلوها، هم صنعوها فيما بيننا، لأن وحدتنا تعني نهضتنا، ونهضتنا يعني نصرنا، وخلافنا يعني شتاتنا بمعنى هزيمتنا. لهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا فتذهب ريحكم، لأن هذه معادلة، التنازع يؤدي إلى الفشل، والفشل يؤدي إلى الهزيمة، والكراهية سم عندما إذا انتشرت بين أمة واحدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ختام نحيي الجميع، مرحبا بكل آرائكم وتفاعلاتكم. عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة، وإلى فيديو آخر نحييكم.
السلام عليكم.